السلام عليكم. أقدم لكم راسي، أنا مصطفى الوهابي، المقيم حاليا بالديار الإنجليزية. خرجت سنة 1996، وكان الهدف والغاية ديالي نخرج ونطور راسي ونطور ونحقق الأهداف اللي كنت كنحسني تحقق. وكان الغاية ديالي نرجع في حالي البلاد، والحمد لله رجعت واستثمرت في واحد المشروع اللي هو عبارة عن بيتزيريا، والحمد لله بقيت خدام مزيان، ومشات الامور بخير وعلى خير. بقيت كنفكر نجيب ولادي يعيشوا، ودخلنا الحمد لله كاملين بسلام سنة 2001. المشروع الحمد لله ملي فتحته مشى مزيان ونجح، وبقيت خدام فيه مدة ديال 18 سنة حتى سنة 2019. كما ذكرتكم إخواني المغاربة، المشروع مشى مزيان الحمد لله، حتى فكرت نجيب الأولاد ديالي ودخلتهم الحمد لله، ومشى الأمور مشات مزيانة بخير وعلى خير. حتى سنة 2016 واحد الجارة ديالي اللي كانت هي متجاورة بيا بغات تبيع المنزل ديالها. أنا ما كانش بالعلم ديالي، حتى شفت واحد بلاكا ديال البيع واتصلت، ومن بعد قالت لي فعلا حنا كنبيعوها. مور هيدا قلت لها الا كنتو عادي تبيعوها بيعوها لي انا، يعني جاركم قريب حسن من براني. ما قازتش مدة اسبوع او اسبوعين حتى كانت تباعت، مي عاود اتصلت مرة ثانية، وجا واحد السيد هذا اللي عمل عينه في العقار ديالي ومشروع. سنة 2016 بالضبط بدا كيخلق ببلبالة، وقبل هاد البلبالة كان كيجي من محل وكيطلب الرقم الهاتف ديالي واتصل بيا وعمل نفسه فحال اللي باغي مثلا يشرك معايا او نساعدو في المشروع اللي غادي يفتح تما في الجوار ديالي. بقى كيصيفط لي الناس ملي هما من الجيران، بعض منهم كيسكنوا في يعني معرفه ديالنا سطحيه بهم. امور هيدا كان الرفض طبعا، حيتاش المشروع تعبت وفي الاول باش الانسان ينجح مشروع راه ماشي بالسهوله، كيعاني باش وصل الحمد لله ونجح بمساعده ديال الاخوان ديالي، وبالخصوص واحد الاخت رحمها الله توفات، كانت دكتوره في لندن. ومن بعد بقى كيصيفط السماسره. انا بقيت مستغرب، كنقول لهم شكون اللي كيقول لكم انا باللي كنبيع هذا المشروع، وانا يعني واش كتشوفوني انا عندي 90 سنه؟ انا بيدي خصني نخدم وزيد نوسع وننجح هذا المشروع. امور هيداك بقى يعني مصر، وهاد الناس هادو باقي عاقل عليهم، شبكه مع بعضيتهم. مور هيداك دائما كان عندي الجواب هو لا. قاست الايام، مور هكذاك اتصل بيا عيط لي قال لي زعما اذا كان تساعدنا غنعمل واحد اللوجيسيال، غنفتحوا مقشاده قدامك وتورينا لوجيسيال. وانا بحكم السيد في كبر السن ديالو احترمته كجار، قلت له مرحبا بك، وقبلت على مشينا عنده. مشينا عنده قهوه اللي هي موجوده في بارانس الاولى. جبرت تما النسيب ديالو، مسمى صارو كان كيسميه هو النسيب ديالو، جبرتو جالس تما وجبرتو حتى هو. قالوا لي شنو خصك تشرب؟ قلت لهم قهوه. جاب لي كاماريرو قهوه. جازت واحد مده وانا على النيه ديالي كنشرح لهم. جا اتصل بيا واحد العامل كان معايا اللي هو مكلف بالخدامه وشاف كوزينه، قال لي انا كخصني السلعه والساروت ما عندناش وحنا واقفين على السلعه. قلت له طلعنا عندي انا في قهوه فلانيه. ملي طلعنا عندي السياره كانت عندي قهوه كما هيدا جالسين، هو جالس هنايا والنسيب ديالو هنايا، والاخ اللي جا بقى واقف هنايا. قلت له صافي قهوه انا بقيت كنشرب منها، ما كنتش يعني عامل ثقه، حيتاش ما عطيهلكش في بالك بلي يا اخر ناوي الغدار وناوي يغصبك في حياتك ويغصب اولادك الى اخره. مشيت نجيب له السوارس ديال ستوك،
من السيارة طبعا. رجعت، مشى عطيتو السوارت، مشى هو يكمل الشغل ديالو. مورا داك انا بقيت كنتحدث حتى ياخر اللي كيسميه هو النسيب ديالو، كنشوفو في هيدا، كنشوف فيه بحال ماشي هو هذاك، بحال اللي بدا كيتسرعد بحال كذا. قلت له شنو المشكل عندك؟ اسمه عمر هذا السيد، واش ديابيتيك؟ قال لي واحد 5 دقائق. دخل، مشى وخرج وجهه فازك، يدو فازكين وباقي كيتسرعد. إذا انا سولت هذاك اللي عرض عليا، هو داك التجار اللي تكلمنا عليه، قلت له واش النسيب ديالك واش عنده السكر ولا لا؟ قال لي غير هكذا وصافي، هو بايت فايق ما نعشي. بقيت ماسي صافي، شبات ورقه وستيلو، بقيت كنشرح لهم كنوضح لهم الامور. واحد شويش عاود جا واحد الاخ اخر شاف فيها هيدا واحد الشوفه، وانا ما كنت ناوي شي داكشي اللي عادي نعرفه من بعد، اللي عادي يعاود عليه الاخ اللي جانا عندي، وتفضح داكشي في الجسم ديالي وفي النفسيه ديالي والعقليه ديالي، حتى الحمد لله يعني حفظني الله ما خرج لي شي عقلي او لا مت. صافي كملت معاهم، كانوا كيزربوا، مشيت موراي داك بحالي. ما قازت شي مده ديال كامله شي ساعه، ساعه ونص، بقيت كنحس بالوجع في الباطن ديالي بحال السكاكين. انا بحكم ما في بالي والو، قلت ما نعرف نكون كلت شي ساندويش ولا شي حاجه. قلت بحالي طلعت مع عندي الدخله كطلع على الكوزينه، وجبات الاخ فؤاد نيت اللي جا مور الساروس. قلت له اخي فؤاد انا طلعت كنحس بشي حاجه ماشي، ما عرفتش شنو واقع لي، بغيت نطلع زعما نتسكى نعمل شي حاجه السحتاره ولا شي حاجه، ولكن قاعد داك الوجع. بعد عاود هوت ما قدرتش داك الوجع، مشيت للطبيب محمد الخامس، حتى السياره ما قدرتش نهدك، مشيت للطبيب قوس الحرق. كنت كنحس براسي العرق كتهادك عليا، وانا ما كانش النيه ديالي، قلت الحاله عاديه. ملي مشيت قالوا لي عندك تسميم، وعطاوني الشهاده الطبيه وجبتها. مور هكذاك بقات المعاناه ديالي، كنحس براسي ماشي هو هذاك، النعاس ما كنعشي مزيان، وهما كيدوروا بيا هذا الشخص هذا والنسيب ديالو دائما طالعين هوادين، والاخر كان كيشوفهم واخا ما كنكونش كيبقاو يسولوا عليا. حتى وليت انا كنخرج مثلا، حتى كنمشي عند ولادي، حيتاش كنت خرجت الزوجه ديالي كانت خرجت للخزيرات ومشاو مع الولاد ديك الساعه. واش نقول خرجت على حساب باش تولد ولا شي شخص آه. خلي شخص مشيت نطلل على ولادي في ذاك الشهر هذاك، زادوا هما ضغطوا بالسؤال وكي يعني انا كنت كنقول زعما عادي. بقيت كنمشي عند ولادي نطلع عليهم بعض المرات، كان الشغل عندهم تمايا واحد المده مؤقته. ما كان طبعا حنا كنسكنوا في فوق بيتزيريا، والوالده معايا الحمد لله كنا مجموعين. موراها كنبقى لاحظت كيبقاو يسولوا في التليفون، والاخ فؤاد اللي ذكرنا في الاول اللي هو كانوا كيجيو يسولوه بزاف، كيساقسيو حتى هو بعض المرات كيقول لي هادو شكون هما هادو خصهم يفتحوا الوجه، وكيقولوا لي خصهم يشريو من عندي. وانا رفضت، ما بغيتش نبيع لهم. انا واش كتشوفني حنا مثلا واقفين على هاد البيع مور هاديك كانوا خارقين ما بالباله، وانا ما كنتش يعني كنامن بهذا الشيء هذا اللي هو كانوا كيرشوا. وشفت داك الشيء هذاك، ولكن ما قلت انا هذا الشيء هذا غير يتخربق، ويعني ما كانش عندي تجربه حتى تأديت ووصل بيا انا هذا الشيء هذا اللي تشردت انا والاسره ديالي وام ديالي. وهذا الشيء اللي كانوا كيرشوه خلق بالباله ما بين العمال، وجراو على الناس، كانوا السبب باش جراو على العمال. كانوا كيحسوا بالضيق وكيوقع لهم مشاكل والنفور، مع ان الحمد لله المعامله ديالي لا هما ولا انا كانوا مزيانين، وبقاو معايا مده دليل على ذلك. وملي شافوا زادوا ضغطوا، كانوا كيشوهوا السمعه ديالي، كيتبعوا الخدام حتى الجامعه السعودي، كيبقاو يقولوا له هذاك ما تخدموش معاه الى اخره. هو الهدف والغايه ديالهم هما يسلبوا مني داك العقار. ومنهم واحد الاخ اللي دخل جديد كيطلب الخدمه، كان كيعطيني اتاي، كنت كنجي مثلا تعبان اولا كنقول له عاد لي شي طبسيط شلاضه ولا شي كاس داتاي، فعلا كنت كنشرب ديك كاس داتاي يعني بحكم الثقه، يعني خدام عندي كنثق به كيتخلص، ما عنديش معاه شي عيب باش انا نعمل منه ننتبه منه. ديك اتاي كنت كنحس بالمذاق ديالو مر،
ولكن كنقول له واش هذا ما فيهش السكر ولا شنو المشكل في الماء ولا فين مشكل؟ كيقول لي لا 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 بغيتي نزيدك السكر راني نزيدك السكر، كنعطيه كيزيد السكر كنكمل هذاك اتي. من بعد ملي اكتشفنا وقعت هذا الشيء التشرد وخرج الحاله ديالي تدهورت جسديا نفسيا حتى عقليا. وكاينه شواهد طبيه في المغرب وكاينه في بريطانيا اللي وصلت ندخل حتى المستشفى عقليه، معاناه كبيره بزاف. هذاك الرش اللي هو كما ذكرت خوتي اخواني اخواتي خلق واحد بلبله كبيره، منا محق المال، منا المشاكل مع بعضيتهم في العمال معايا كيشوفوني في شكل، حتى المكان اللي كيخدموا فيه بقاو كيحسوا فيه بالضيق والغبن، حتى شي حاجات اللي ما كيدخلوش في العقل الانسان. المهم هذا التصميم اللي عطاوني وهذه المصيبه الله اعلم شنو باش مخدومه سبت لي في الجسد ديالي، خرجوا فيه كاع بقعات، تقشر الجسم ديالي، الشعر ديالي نتوما كتشوفوا ما كانش هكذا، الحواجب حتى هما نقصوا. في الاول كنت الحاله ديالي لا يرثى، العينين ديالي كلشي، الجسد ديالي حتى النفسيه ديالي، وهذا الشيء كامل كيثبتوا شواهد طبيه وتصاور وكلشي. المهم ملي عطاوني هذا التصميم انا فقدت الاراده والسيطره على راسي، والحمد لله الاخوان اللي كانوا معايا في الاخر منهم فؤاد شافوا الحاله ديالي ماشي هي هذيك، ولكن ما عرفوش شنو، ولا انا عارف راسي شنو كنعمل، تسلبوا لي الاراده وعقده لسان، ما بقيتش كنقدر نهضر. واستغلوا داك الشهر اللي بقيت فيه بوحديتي وعملوا هذه الجريمه اللي هي شانعه، اللي ادت بي انا والاسره ديالي التشرد، وحاليا باقي مشرد ما بين بلادي والوالده ديالي حتى هي بقات مشرده، اللي حرموها من السكن وانا حرموني انا وولادي تم من الوطن ديالي ومن الاخوان ديالي جلوس معاهم وحبابي وكل شيء. مور هيداك جانا عندي واحد المره كان عارف كيعمل هو كما ذكرت الاخوان ديالي 2016 عمل لي عقده لسان وبقى تابعني بديك الطريقه، طبعا معاه الاعوان ديالو شبكه، يعني هو شبكه منهم هذا النسيب وداك السيد اللي ذكرتكم جانا عندنا قهوه. واحد المره جانا عندي وقف بغات بيتزيريا، خرجنا عنده اللي كان كيقول لي كنت انا دائما تحت الاوامر تحت الطاعه ديالو، ما كنتش كنقول له لا، ما عرفتش يعني كنحس بواحد الاحساس ما عرفتش كيفاش نوصفه للاخوان ديالي، غريب وفي نفس الوقت ما قدرش ينهضر حتى باش نستشار مع الامه ولا الزوجه ديالي ولا اي واحد ما كنقدرش ينهضر. حتى واحد النهار اتصل بيا وجي جانا عندي باب بيتزيريا، خرجنا عنده بقى كيقرا واحد الورقه، قلت له ديك الورقه دايش شنو هي ديك الورقه اللي كتقرا؟ وانا كما ذكرت الاخوان ديالي ما كنتش كنامن، يعني ما صراحه انا كنصح اي واحد يرد باله من هاد الجريمه المخفيه اللي كتأدي الانسان، وانا واحد منهم. واحد الحاله اكثر من قاتل واكثر من اي حاجه، كيدمر في كل شيء ديالو. بقى كيقرا، قلت له شنو كتقرا؟ شويه قال لي لا لا ما كملش معايا الهضره. مورا هيداك صافي داوني عند النوطير، مشيت وافقت، جيب هاد الوثيقه نعم، جيب هاد الورقه نعم، جيب كروكي د المحل، جيب بلان د الدار، كلشي جيب كنجيبو له، ما كاينش شي حاجه اسمها لا اولا كنعارض. ومع ان هذيك احسن حاجه كان عندي من قبل، يعني هذاك هو هذاك المشروع اللي كان عندي واحد الدخل مستقر والحمد لله محترم، وما محتاجش زعما نفكر نمشي انا لاوروبا ولا نرجع. كما ذكرت لكم في الاول انا حامل جنسيه، عندي الحريه نمشي فوقاش ما بغيت، لا انا ولا ولادي وحتى الام ديالي كذلك. مشيت معاه كما ذكرت الاخوان ديالي في ديك الحاله، يعني كما كنقولوا مباورط بالدارجه، يعني مره مسلوب الاراده، وسنيت معاه بواحد الثمن ماشي تافه، يعني باخيس اللي هو 130، وهذيك 130 مليون اللي كتبوا في العقد 120 و10 ملايين كاع ما شبرتها، والله سبحانه وتعالى شاهد على ما اقول، وكتبوها حتى هي. المهم انا شبرت فعلا ديك المبلغ، وقيلا نقول لكم 90 ولا 110 غير هيداك. خرجت بحالي، سمحت هكذاك بحال الانسان، حنا خدامين هيدا في المشروع. صافي شديت مع الولاد ديالي كانوا تما في الخزيرات كما ذكرت الاخوان ديالي، مشيت بديك الحاله
حتى جازت واحد المده حتى فقدت فيها العقل ديالي. الزوجه ديالي اتصلت بالام ديالها بالعائله ديالي، هل مصطفى شنو كذا، تا جا واحد الراقي ما حيتين الطبيب ما حيتين الرقات، بقات معاناه. سنه 2021 فتحوا الحدود، اول طياره هوت فيها، قدمت شكايه في لابيجي د العوامه، وكنشكر من هذا المنبر الاخوان الضابطه القضائيه اللي قاموا بالواجب ديالهم، واستدعوا داك المتهم هو ونسيبو، طرحوا عليه الاسئله. هو فيما كيهضروا مع اي واحد كيهضر معاه لا البوليس ولا في القضاء كيجيب داك العقب اللي هو زعما كيقول شرا، مع ان داك الشراء تم عن التدليس والتسميم والسحر والشعوذه والغبن الى اخره. والدليل على ذلك حنا الضابطه طرحوا عليه الاسئله، قالوا حنا ما كنهضروش على التجاره اللي وقعت بينك وبينه، ولكن السيد كيقول خلى الاثاث والاجهزه ديالو تما. هو في ديك الساعه قال له ما انا باع وشرا معايا، ما خلى حتى شي حاجه تما. عاود له السؤال الضابطه القضائيه، قالت له واش مأكد الشريف باللي السيد ما خلى حتى شي حاجه تمايا؟ بقى كيكرر ويكذب ويعاود يراوغ، حتى قالوا له يلا ننتقلوا لعين المكان. انتقلنا، وكنشكركم بزاف من هذا المنبر، كنشكر الاخوان اللي قاموا بالواجب ديالهم، ومشينا لعين المكان وجبروا داكشي كامل اللي قلت لهم. وشو الله سبحانه وتعالى ملي كيبغي يفضح المجرم، ومشينا وجبرنا داكشي كامل اللي قلنا. مع ذلك تهمني باللي انا ما خلصتش الموضوع، وبقى كيكذب ثاني، عاود كيقول لهم باللي انا على اسمي. قلت له انا راك كتخربق شريف اتقي الله، انا عامل الاسم ديال المواطن في الشركه ماشي في الاسم ديالي. سكت، مشى فتحنا باب ديك العقر اللي هضرنا عليه الاول اللي كنت باغي انا نشري مع التجاره ديالي، وفتحنا الباب. ملي فتحنا الباب شفنا كاع ديك الاجهزه اللي هي باهظه الثمن. ملي دورت هيدا عنده واحد الكراج تما كان باقي لحد الان مشدود، عمل فيه ديك الاجهزه اللي بيضه الثمن. درت هيدا، سولني الضابط قال لي هادو واش ديالك؟ قلت له نعم سيد الرئيس. زدنا طلعنا نفس الشيء، جبرنا. المشكل الاخوان ديالي شنو عملنا؟ جبرنا واحد فريغو كان عندي فيه 3 متر كنعمل فيه السمك اللي خاص بالسمك. قلت لهم هذا ديالي، جا هو انتقد المتهم قال لهم لا هذاك ماشي ديالي، رانا جبته في فاكتوره باقي جديد. انا ملي قال الفاكتوره بقيت ساكت، قلت سبحان الله، سكت. الضابط قال لي زيد تفضل. دخلنا جبرنا داك الفريغو ديالي اللي هضرت عليه، اللي قلت هذاك ديالي. شنو جبرنا؟ شنو اللي هو الهدف؟ كيخرج الحاجه ويدخل الحاجه في فاكتوره، ولكن الله سبحانه وتعالى بغى يفضح هذا المتهم على الجريمه اللي قام بها، مع ان جازت مده ديال عام ونص فتحوا الحدود. ايضا الاخوان ديالي واحد النقطه حتى هي مهمه باش يعرفوا هاد الناس فين في علاش قاده كما كنقولوا. جبرنا الكاميرا، الضابط جبر الكاميرا وسولني واش هادوك ديالي؟ قلت له نعم ديالي، معروفين طبعا. والحمد لله رجعت الذاكره ديالي وعقلت، والله حفظني من الموت ولا الحمق الى اخره. من بعد سولوا على الدي في ار، قالوا فين هو الدي في ار؟ ما بقى كيتمتم، بقى كيدخل يخرج في الهضره. قالوا زيد عملوا معاينه داك الشيء اللي جبرناه، عينوه بفيديو بتسجيلات وبكتابه. انتقلنا عاود زدنا، بقينا كندوروا في العقار، جبرنا حتى الحوايج الام ديالي باقيين تمايا، منهم بيزد النعاس، منهم الحوايج الى اخره. جوزنا للقضاء بمعاينه وتم التحقيق على الجريمه، وعمل تقريبا 6 جلسات مغلقه مع المتهمين ومعنا ومع المحامين الى اخره. والحمد لله تثبتت الجريمه في حقهما وتكتبت حتى هي في معاينه. ملي مشينا للمحكمه تفاجأنا بالبراءة في الحكم الأول والحكم الثاني. ودابا الإخوان ديالي ملي تمت البراءة في المرحلة الأولى والثانية، الملف مشى لمحكمة النقد. والله يا أخي أنا كنشوف ملي المحامين بعض المحامين اللي ما كيخافوش الله، ومع يعني الصراحة ما فهمت والو لحد الآن. وأنا كنثق بالقضاء المغربي، وحنايا كنطلبوا الملف يمشي في المسار العادي والقانوني ديالو وفي الواقع. كنشكر من هذا المنبر الاجهزه الامنيه والاجهزه القضائيه، وايضا كنتمنى من القضاء يفتح البحث معمق، وحنا عندنا ثقه كافيه وخالصه في القضاء المغربي ديالنا. كنشكر الاخوان المغاربه المشاهدين اللي شفتوا هذا الفيديو، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تبارطاجيو اللي يوصل الصوت ديالنا وناخذوا الحق ديالنا باذن الله.